لو المذاكرة صعبة أو مملة لأولادك الصغيرين هقولك على 6 أفكار سريعة وبراكتيكال تخلي المذاكرة لذيذة وخناقاتها قليلة. أول حاجة بنبتدي إن احنا نعمل جدول للطفل بطريقة لطيفة، بدل ما نقول له يلا كل شوية بنخليه يبص على الجدول ونشوف الحاجات اللي وراه اللي المفروض يعملها. تاني حاجة لعبة البالونة، لو طفلك محتاج يحفظ حاجة ممكن ننفخ بالونة ونكتب عليها الكلمات الصعبة اللي محتاجين نحفظها، وكل ما نقول الكلمة ننطط البالونة. تالت حاجة لعبة الزهر، لو عندنا جمل محتاجين نحفظها ممكن نرمي الزهر ونعيد الجملة قد الرقم اللي طلع، ولو الرقم قليل نرمي الزهر تاني. ممكن كمان نسجل فيديو بفلتر بيضحك نشرح فيه الدرس وبعدين نقعد نتفرج على الفيديو مع بعض. وكمان لو اولادك بيحبوا الرسم والابداع نجرب كمان نستخدم الرسم والتلوين في المذاكره. اخر حاجه بقى ممكن نعملها اننا نلزق كروت فيها كلمات او جمل او ارقام على الحيطه ونخبط الكوره عليها ونقول الكلمه او الرقم اللي احنا لسه خابطينه. اهم حاجه ان احنا نفتكر ان الاولويه هي علاقتنا مع اولادنا، ونحاول نبعد عن اي خناقات او اي توتر علشان بتاثر جدا على علاقتنا بيهم. الفيديو ده كان برعايه سنة.